يعني مفيش احتمال ولا واحد في المليون ان محمد هاني يدخل يفجر نفسه في ميسي اول الماتش ونخلص من الاثنين. يا مساء الفل، ازيكم يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير. الف الف مبروك لمنتخب مصر، صعود لدور ال 16. مش هنقول بقى خلاص ايه لاول مره في تاريخه، واي حاجه هنعملها في البطوله دي فهي لاول مره في تاريخنا. صعود لدور ال 16 وهنقابل الارجنتين. الحمد لله احنا مبدئيا كده قبل اي حاجه نحمد ربنا ونبوس ايدينا وش وظهر. احنا فرحانين في كل الاحوال الحمد لله. احنا لو خسرنا الماتش الجاي من الارجنتين فاحنا خسرنا من بطل العالم، لو كسبنا فاحنا ما كناش عاملين حسابنا ان احنا نوصل للمستوى ده. الحاجه الوحيده بس اللي مخوفاني لو كسبنا ان السكتات القلبيه هتكتر في مصر قوي. طيب خلينا نتكلم في ماتش استراليا الاول. احنا الحمد لله كنا احسن طول الماتش، كنا نقدر نحط اكتر من جون زي ماتش بلجيكا. فرقه استراليا كمان ما طلعتش يعني زي ما انا كنت متخيل، بصراحه كنت فاكرها اقوى من كده. كابتن حسام حسن والله لو عرضوا عليا جوارديولا ما يلزمني، يعني سواء انتقدته او ما انتقدتوش خلاص، يعني الراجل وصل للي هو عايزه، هيتعمل له تمثال في مصر بعد كده محدش هيعرف يكلمه يعني. طالما الانتقادات مش هتاثر فننتقد بقى شويه. كابتن هيثم حسن، يعني يا كابتن حسام هيثم حسن ده لوحده ملف، يعني ده ملف بقى نفتحه نعرف الراجل ده ما بيلعبش. يعني نجيب كابتن حسام كان هيقول له التحقيق ونساله سؤالين اتنين بس: ليه كابتن هيثم حسن ما بيلعبش؟ وهل ليك غير مدام دانا ولا لا؟ هيثم حسن البلاك بيرلي بتاعت المنتخب، الجوهره السوداء. انا بقى مش فاهم، يعني انت مثلا كنت عامله مفاجاه لاستراليا ولا هو الراجل كنت مخبيه مثلا لا يتحسد او لمنتخب تاني يجنسه؟ صراحه لغز كبير. هيثم حسن لعيب جامد فشخ، عمل ماتش جامد جدا، راجل بيرقص وبيجري ويباصي ويرفع ويشوط ويعمل كل حاجه في الكوره. كريم حافظ الباك الشمال للاسف ما كانش احسن حاجه، يعني اثبت ان فتوح هو احسن باك شمال تقريبا في مصر. ان هي برده اللياقه بتاعت اللعيبه مش مساعده قوي، وده بان لما كريم حافظ وقع في اخر الماتش كذا مره واضطر يطلعه كابتن حسام. كريم حافظ عمل شوط اول نص نص، الشوط الثاني بصراحه ما كانش لا حافظ ولا فاهم ولا كريم. ايه رايك بقى في كذا كوره كابتن مرموش كان ممكن يخلصهم لو فايق؟ يعني كابتن مرموش اللغز الاكبر بالنسبه لي. يعني انا الحاجه الوحيده اللي جت في دماغي ان مرموش عايز يطلعنا من المنتخب عشان يروح يدخل مثلا. مرموش بيفكرني بفيديو كده لاحمد عفيفي، كان مش فاكر بيتكلم عن مين والله، اللي هو بيقول له طب انت بتعرف تشوط؟ لا. بتعرف تباصي؟ لا. فهو مرموش انت ولا بتباصي ولا بتشوط ولا بترقص ولا بتعمل اي حاجه في الدنيا، انت بتعمل ايه في الملعب؟ يا كابتن مرموش حاول وحياه امك عشاننا شويه. احمد فتوح مستحمل الجناب بالعافيه، وحسام عبد المجيد اجلوا له فرح البنت، مش كده يعني؟ زق معانا البطوله شويه. امام عاشور ومحمد صلاح مش هنتكلم عنهم طبعا. امام عاشور بس والله محتاج ب 2 جنيه عقليه ويروح على برشلونه. في كره تانية حلوه قوي برده رامي ربيعه حطها بدماغه في الاخر كده، بس الحارس شالها بطراطيف صوابعه. بيتش، لا ده اسمه. والان مع المفاجاه الكبرى، كابتن محمد هاني. مشكلة ان محمد هاني عامل بطوله حلوه وعامل ماتش حلو، بس انا مش فاهم يعني انت يا كابتن محمد مش عاجبك الاطوال دي كلها فبتجيب لهم انت الجون بالهيد؟ هل ده يعني لاعب مراهنات؟ انت غسيل اموال، انت مش طبيعي. هل انت مقدم على هجره لبلجيكا او استراليا فبتحاول تعلي السكور بتاعك؟ انا بصراحه يعني انت عامل بطوله حلوه والله ربنا يوفقك، بس حظ مفيش بصراحه. والله يا جماعه طموح الانسان ده غريب جدا، يعني انا من واحد نفسه يصعد احسن توالد في دور المجموعات لواحد بينتقد ان احنا ما كسبناش استراليا 3 او 4. والله انا شايف ان الارجنتين فريق في المتناول، احنا كمان في المتناول صحيح، بس يعني ممكن والله. انتوا خايفين ولا ايه؟ بصراحة خايفين. وحياتك مش قدي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا قصدي يعني ان الخوف ده شيء صحي جدا مفيد لينا كلنا. الناس دي مش احسن مننا في حاجه، ولا احنا احسن منهم يا كمال في حاجه. والله عندك حق يا شناوي، بس احنا تعبنا يا جماعه. وهم كمان تعبوا. انت معايا ولا معاهم؟ في ايه؟ انت عشان هتلعب هتتعبنا؟ أنا مع الحق. انا عايز تركيز، كرة من لمسه واحده ونتحرك كلنا لبعض. بلاش كور عاليه عشان ما بنعرفش نجيبها، قصيرين كلنا. عادل اؤمر. ابوس ايدك عشان خاطري، عشان خاطرنا كلنا، بلاش دي. هبهرك. ابقى قابلني. هو التكنيك فرقه المانيا عامل زي التكنيك الفرقه بتاعتنا برضه؟ توكلنا على الله، يلا يا رجاله. مصطفى شوبير بصراحه عالمي خارج التقييم. هات لنا يا ابني تصريحات كابتن شوبير بعد الماتش عن مصطفى. الفرحة حلوة، الفرحة جميلة. استنيناها من زمن، استنيناها من بعيد، من زمان الزمان. كان ايه ده؟ وحش ولا ايه؟ مين ده؟ انا ما اعرفوش. اب يا جماعه، اب فرحان بابنه يعني، على ابو شكلك. طيب خلينا نروح لفقره التوقعات بسرعه. طيب المغرب وكندا، انا بصراحه اتوقع المغرب فريق قوي جدا. كندا ميزتها طبعا ان هي على ارضها، لكن ان شاء الله المغرب تقدر تعمل حاجه. فرنسا وباراجواي، اعتقد فرنسا اقوى فريق في البطوله. برازيل والنرويج ماتش صعب، انا شخصيا اتوقع النرويج. مكسيك وانجلترا، مكسيك فريق جامد جدا وانجلترا مش احسن حاجه، مفيش بس غير هاري كين.
فانا هتوقع المكسيك. البرتغال واسبانيا كان نفسي البرتغال تعمل حاجه لكن اتوقع اسبانيا. بلجيكا وامريكا اعتقد امريكا اقوى. ارجنتين ومصر ان شاء الله باذن الله مصر. مصر تحيا مصر. سويسرا وكولومبيا انا هتوقع سويسرا بصراحه. لو عجبكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتكتبوا لنا توقعاتكم في الكومنتات. شكرا.